في ملاحظة مهمة جدا فيما يخص معتقد المصريين القدماء ودحض المزاعم بأنهم كانوا وثنيين أو متعددي الآلهة. فالمصريين القدماء سواء في العهد اليوناني أو أثناء الاحتلال الروماني لم يتحولوا إلى الوثنية أبدا، ولم يتأثروا بآلهة اليونان أو الرومان، مع العلم بأنه في أثناء احتلال البطالمة وإن لم يتم إجبار المصريين الموجودين وقتها اللي هم امتداد للمصريين القدماء، يعني لا كان في ساعتها عرب ولا كان في فتح إسلامي ولا حتى كان في إسلام بالمفهوم اللي احنا عارفينه دلوقتي، المصريين القدماء ما تأثروش بآلهة اليونان، يعني ما عبدوش زيوس ولا فينوس ولا أفروديت ولا الآلهة بتاعت اليونان. وعلى الرغم أيضا أثناء الاحتلال الروماني الغاشم من إجبار المصريين القدماء بشتى الطرق على التخلي عن عقيدتهم والتحول إلى الوثنية بالإجبار قبل تحول المملكة الرومانية إلى المسيحية، المصريين القدماء لم يرضخوا أبدا إلى اضطهادات الرومان ليهم علشان يتحولوا للوثنية، سواء قبل دخول المسيحية أو بعد دخولها. المصريين القدماء كانوا على عقيدتهم. طب المصريين وقتها اللي هم مفروض امتداد مباشر لأجدادهم المصريين القدماء ما تحولوش للوثنية. طب ما هو بيتم الادعاء بأن المصريين القدماء كانوا على الوثنية وأن دي آلهة وأن هم كانوا متعددي الآلهة. طب لو هم على الفكر الوثني أو على فكر الآلهة ده، كان من السهل جدا عليهم أن هم يخشوا أو يتأثروا بالآلهة الأخرى بتاعة البطالمة أو بتاعة الرومان. ما حصلش الكلام ده خالص. طب ده مش شيء بيدعو إلى التساؤل إن احنا نشوف الناس دي ما تأثرتش بالعقائد الوثنية اللي أحاطت بيها واللي كانوا أثناء فترة احتلال وقتها، وحتى بعد المسيحية واعتناق المصريين القدماء للمسيحية الحقة تم اضطهادهم برضو من قبل الاحتلال الروماني الغاشم علشان يفصلهم عن المسيحية الحقة حتى. والمعابد بتاعتنا والمقابر حتى بتشهد بوجود المصريين وقتها داخل هذه الأماكن عشان يختبئوا في أماكن سواء في الجبال أو في أماكن بعيدة جدا خوفا من اضطهاد الرومان ليهم. فازاي دول اللي هم امتداد مباشر للمصريين القدماء قبل الفتح الإسلامي وقبل وجود عرب ولم يرضخوا سواء للوثنية أو حتى بتحويل عقيدتهم إلى العقيدة المسيحية بعد التحريف؟ ولما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لنا فيهم ذمة ورحمة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصى حتى من قبل الفتح الإسلامي، وصى بهذه الأرض خيرا. هل الرسول صلى الله عليه وسلم هيوصي الصحابة بأرض بيعبد فيها أوثان مثلا أو يعني ناس كفرة؟ إلا الرسول صلى الله عليه وسلم عارف إن البلد دي فيها توحيد وأهلها فيهم خير، عشان كده بيوصي الصحابة بيهم خير، بدليل إن سيدنا عمرو بن العاص ما كسرش تمثال واحد ولا هدم معبد المصريين. وكان عنده علم، أو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة المسلمين وقتها عنده علم بأن هذه أصنام تعبد من دون الله، أكيد كان أمر سيدنا عمرو بن العاص إن هو يكسرها، لكن ما حصلش كده وما ثبتش إن سيدنا عمرو بن العاص عمل كده. فده برضو إشارة إن المصريين أصلا يستقبلوا الفتح الإسلامي وإن هم ما يكونوش في حالة حرب مع العرب الفاتحين، أو إن هم اتخذوا العرب كمصدر للنجاة ليهم من الاحتلال الروماني، مع العلم برضو إن دخول العرب مصر حتى ما أثرش تأثير كبير على الديموغرافية السكانية، لأن عدد العرب الفاتحين وقتها كان لا يتجاوز يعني من 4000 ل 6000 شخص. وبعد كده سيدنا عمر بن الخطاب لما زودهم بالمدد زودهم عدد مش كبير، زودهم حوالي 2000 شخص، فكلهم على بعضهم كان لا يتجاوزوا حوالي 8000، ده بالكتير، في حين ان المصريين وقتها كان عددهم بيزيد على 15 مليون، لان الجزية وقتها كانت تؤخذ من 8000 يعني من 8 مليون، ليس منهم طفل صغير ولا عجوز ولا امرأة. فتخيلوا بقى ان الجزية بتتاخد من 8 مليون اللي هم يمكن كمان يكونوا تلت السكان، فعدد المصريين كان كبير جدا بالمقارنة بعدد العرب الفاتحين. الفكرة بقى في تحول المصريين بعد كده للإسلام واتخاذهم الإسلام كدين للدولة. كذلك اللي دخل الإسلام من المصريين كان طواعية وما كانش فيه أي إجبار، واللي بقي على المسيحية أيضا بقي طواعية وما كانش فيه أي إجبار إن هو يخش في الإسلام. طب هل لو المصريين وقتها اللي هم برضو كانوا امتداد للمصريين القدماء كانوا على العقيدة الوثنية هيتحولوا فجأة من الوثنية والتعدد إلى التوحيد الخالص لربنا سبحانه وتعالى ويخشوا في الإسلام كده، اللي هم أصلا كانوا على العقيدة التوحيدية وكان عندهم مبادئ التوحيد مترسخة فيهم من الأساس؟ لأن بالفعل كان في أنبياء في الحضارة المصرية القديمة وأنبياء رسخوا فيها التوحيد من البداية خالص، بدءا من سيدنا إدريس عليه السلام، سيدنا يوسف عليه السلام، وسيدنا موسى عليهم السلام جميعا، وأكيد أنبياء آخرين لم يتم ذكرهم في القرآن الكريم. السيدة ماريا القبطية زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، السيدة ماريا المصرية، احتفظت بهذا اللقب وإلى الآن نطلق عليها السيدة ماريا القبطية، فقبطي يعني مصري، سواء مسلم أو مسيحي كلنا أقباط. السيدة ماريا احتفظت بهذا اللقب ماريا القبطية
ولم يغير الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لقبها او يحاول يدعوها بلقب اخر، لان لقبها ده كان شرف ليها، انتمائها لهذا البلد الذي ذكر في القرآن الكريم بمنتهى التشريف والتعظيم. فازاي بنفتري على اهلها واجدادنا المصريين القدماء، بنفتري عليهم ونقول عليهم كانوا على الوثنيه او على الشرك او متعددي الالهه؟ القرآن الكريم ذكر آلهة شبه الجزيرة العربية بشكل واضح جدا. فالجزيرة العربية وشبه الجزيرة العربية قبل الإسلام كانت تعجب الأصنام التي كانت تعبد من دون الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. في حين أن الحضارة المصرية القديمة أعظم حضارة في التاريخ، لم يذكر القرآن الكريم إله واحد. لو كانت هذه الحضارة وثنية أو متعددة الآلهة كما يدعون، في القرآن الكريم لم يذكر إله واحد من الآلهة التي يتم الادعاء بأنها كانت تعبد من دون الله. فازاي برضو بنفتري على الحضارة دي ونقول عليها أنها حضارة أصنام وأوثان؟ فكان من باب أولى زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة سيدنا يوسف عليه السلام في مصر وقصة سيدنا موسى عليه السلام في مصر، كان من باب أولى لو المصريين القدماء وقتها كانوا على الوثنية أو الشرك أو متعدد الآلهة زي ما بيتم الادعاء الكاذب كده، كان ربنا سبحانه وتعالى ذكر إله على الأقل من ضمن الآلهة دي، لكن لم يحدث هذا أبدا. ده إلى جانب عدم دعوة سيدنا يوسف عليه السلام أو سيدنا موسى عليه السلام للمصريين للتوحيد أصلا وقتها. سيدنا موسى كانت دعوته لبني إسرائيل، وفرعون ما كانش مصري، وفرعون حتى كان من الهكسوس الغزاة. وسيدنا يوسف عليه السلام دعاش الملك المصري للتوحيد، لأن الملك كان موحد أصلا، والمصريين قدامى كانوا على التوحيد، وصاحبي السجن ما كانوش مصريين أصلا. وكنت منزله لكم فيديو كامل عن صاحبي السجن ان هم ما كانوش مصريين، وان هم امتداد لناس كانوا على الوثنيه والشرك، اللي هم احفاد القوم اللي كان بيدعوهم جده سيدنا ابراهيم عليه السلام. فسيدنا ابراهيم عليه السلام كسر اصنام القوم اللي نزل فيهم، ما كانوش في مصر، كانوا في بلاد ما بين النهرين، وكسر لهم اصنامهم، وده ذكر صراحه في القران الكريم. فكان من باب اولى سواء من سيدنا يوسف عليه السلام او من سيدنا موسى عليهما السلام ان هم لو كانت دي الهه تعبد من دون الله، وهي اكتر بلد فيها تماثيل هي الحضاره المصريه القديمه، لو كانت هذه التماثيل تعبد من دون الله اكيد كانوا كسروها. لكن ما حصلش، ولا حتى سيدنا ابراهيم عليه السلام نفسه لما نزل في مصر ما كسرش تماثيل المصريين. فازاي بندعي ده على المصريين القدماء؟ المصريين على امتداد تاريخهم الكبير كان بيتم محاولة طمس هويتهم وطمس لغتهم أو طمس عقيدتهم أو طمس ثقافتهم، ولكن المصريين برضو على مدار العصور المتعاقبة أثبتوا إن هم هويتهم راسخة، وإن لغتهم حتى ما بتتأثرش بأي لغة تانية، على عكس بلدان تانية تم احتلالها وتأثروا بالاحتلالات وتغيرت لغتهم بالكامل. حتى العقيدة، المصريين حتى عقيدتهم لم تتأثر بأي احتلال مر علينا هنا. الفكرة بقى ان اللي بيحصل دلوقتي أشرس بكتير جدا من اللي حصل قبل كده. اللي بيحصل دلوقتي مستمر من فترة هو محاولة فصل المصريين الموجودين دلوقتي عن جذورهم وعن أرضهم، حتى والادعاء بأن دي مش أرضهم أصلا وإن هم أبناء محتلين والكلام الفارغ ده. فكل محاولات الأفرو او ادعاء بان مصر مش هي مصر وان مصر في اليمن، او برضو الحركات اللي جايه من شمال افريقيا، كل هذه الحركات بتصب في اتجاه واحد فقط، وهو محاوله اثبات الحضاره دي والارض دي لاي حد غير اصحابها، اللي هو المصريين الحاليين اللي هم امتداد جيني وعرقي لاجدادنا المصريين القدماء، او حتى الادعاء بان المصريين الموجودين دلوقتي اصلهم عرب بحكم الفتح الاسلامي وكده. وان كان حصل اختلاط او انساب ما بين المصريين والعرب الفاتحين وقتها، اختلاط على مدار الزمن، فده ما اثرش ابدا على جينات المصريين، وان المصريين الحاليين جيناتهم واحده بنسبه 97.5% جين واحد، يعني ما حصلش التخليط اللي هم بيحاولوا يدعوه. فمنين بتقولوا كده ومنين بتقولوا ان احنا مخلطين وابناء محتل والكلام الفارغ ده؟ فالخوف، كل الخوف من استعاده المصريين الحاليين ارتباطهم بجذورهم ومعرفتهم بحقيقه حضارتهم، ومعرفتنا بان اجدادنا المصريين القدماء كانوا على التوحيد. وان كان في بعض الفترات او بعض الحقب ما بيكونش فيها توحيد او بيحصل فيها اضمحلال او بيحصل فيها احتلالات بتاثر على المعتقد، بس السمه العامه للحضاره دي ما كانتش ابدا الكفر والوثنيه زي ما بيتم الادعاء كده. عشان كده كان المدخل لفصل المصريين عن جذورهم وتاريخهم هو وصم الحضاره دي بالوثنيه والشرك، علشان انت لما تلاقي الاجداد دول كانوا على الوثنيه والشرك ساعتها هيحصل فصل نفسي على الاقل ما بيننا وما بينهم. بتقول في الاول وفي الاخر دول كانوا فراعنه، ناس كفره متجبرين وكانوا بيعبدوا الهه والكلام ده. في حين نرجع في البدايه خالص لمؤسسي وواضعي علم الاثار المصريه، هم ما كانوش مصريين وقتها، هم كانوا المستشرقين الغرب اللي اغلبهم يهود، وفسروا الحضاره دي وفقا لمعتقدهم
واهوائهم هم، مش وفقا لمعتقد المصريين القدماء الحقيقي. ومش معنى ان في واحد بيقدم قربان او ان واحد بيتجه مثلا نحو رمز معين سواء للشمس او لاي رمز ان هو بيعبده. وكنت منزله لكم فيديو كامل قبل كده عن اتجاه المسلمين للكعبه، وجبت لكم الصوره كده وقلت لكم شوفوا الناس دول واقفين بيعبدوا الحجر الموجود قدامهم اللي هو الكعبه. لو احنا فعلا مش فاهمين معتقد المسلمين ايه هنقول الناس دول بيسجدوا للكعبه او بيتجهوا ليها. طب ليه بنفسر برضو معتقد المصريين القدماء على اساس ان هم كانوا بيعبدوا الشمس او بيعبدوا اي رمز بيتوجهوا ليه؟ في حين عندنا نصوص واضحه توضح توحيد المصريين القدماء سواء في متون الاهرام او في كتاب الخروج الى النهار او جداريات حتى مرسوم عليها طقوس تشبه طقوس الاسلام بالظبط، وبيتم اغفالها بالعمد وبيتم التركيز فقط على وجهه النظر الاخرى بتعدد الالهه والوثنيه وكده. ولما كانوا بيدرسوا لنا في منهج الدراسات يقول لك المصريين القدماء كانوا على التوحيد وبيؤمنوا بالبعث وبالحساب وفي نفس الوقت كان عندهم الهه. تيجي ازاي دي؟ فتاريخنا لازم يعاد كتابته بس على ايدي المصريين المخلصين.